أثار ماجد عبد الله النجم السابق لنادي النصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع تبريج لعطر جديد. وقد واجه ماجد عبد الله موجة من الانتقادات من قبل إعلام نادي النصر وجماهيره الذين عبروا عن استيائهم من مشاركته بهذه الطريقة في الحملة الإعلانية، محملين المسؤولية أيضا للشركة المصنعة للعطر التي اختارت هذا الأسلوب في الترويج. وحتى هذه اللحظة لم يصدر ماجد عبد الله أي تعليق حول الجدل الداير حول الإعلان، مكتفيا بالصمت رغم المطالب المتزايدة من جمهور النصر والجمهور السعودي بتقديم توضيحات عاجلة حول تفاصيل مشاركته في الحملة الإعلانية. وعلق الإعلامي الرياضي سلطان الحريثي على إعلان لاعب النصر السابق ماجد عبد الله، وكتب الحريثي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: ماذا يحدث ولأين نتجه؟ كيف وافق ماجد عبد الله على هذا الإعلان بهذه الطريقة القذرة؟ ومن يحاسبه ويحاسب الشركة؟ وتابع وقال: احموا الفضيلة واحموا الأبناء من تدمير الأخلاق الذي ينتهك بشكل علني غير آبهين بالأنظمة والقوانين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.